العرب قالوا عليا فاشلة، ما كانش بيتقال لي غير تصاميمك دي آخرها تترسم على ورق، إنما تنفيذ مش هيحصل. أنا بقى عملت إيه؟ نجحت في العالم كله. زها حديد اتولدت في بغداد وتبقى بنت وزير المالية السابق محمد حديد، اتخصصت في العمارة اللي كانت ناوية إنها تدرسها من وهي 11 سنة. أصل باباها كان بيحب الفن المعماري جدا، لو شفت بيتهم هتعرف ده، كل حتة فيه بتقول إن اللي عايشين هنا أكيد فنانين. بعدها سافرت لندن علشان تدرس في الجمعية المعمارية، واشتغلت كأستاذة زائرة في جامعات كتير في العالم زي كولومبيا وهارفارد. لكن زها كان عندها كل حاجة تخلي الناس ضدها، ست عربية وبتعمل تصاميم مفيش شبهها، فبدل ما يسقفوا لها هاجموها. لكن على مين؟ هي مش هتستنى حد يسمح لها بفرصة، هي اللي راحت عملت فرصة لنفسها. فتيجي تبص مثلا على المعرض المستقبلي في هونج كونج، مركز الألعاب المائية في لندن، مجمع وانغ سو في بكين، هتعرف إن الست دي فعلا غيرت مفهوم العمارة في العالم كله، وبقت زها حديد أحسن معمارية في العالم، وتصميماتها مغرقة الكوكب كله، وكسبت جوائز مفيش ست كسبتها قبل كده. فسيبك انت بقى من كلامهم وقومي حققي حلمك لو سمحتي.